ما تعملش الغلطه دي لو انت فريلانسر. وتعالى اقول لك تعمل ايه. لو انت على البروفايل عندك في ابورك معاك كونكتس اللي بتقدم بيهم على الشغل، والكونكتس دي خلصت وحابب تقدم على شغل تاني، فانت مش هتعرف. فانت ازاي تطور من نفسك؟ علشان يكون معاك كونكتس زياده دي عندك طريقتين. الطريقه الاولى ان انت تستنى كل شهر عشان يجي لك 10 كونكتس، ودي طريقه مش فعاله خالص لان ال 10 كونكتس دي اصلا بتقدم على شغلانه واحده. تاني طريقه انك تشتري الكونكتس دي بفلوس، وال10 كونكتس بيساووا $1.50، يعني مبلغ كبير. فانا عايز اديك ايه نصيحه وتركايه كده. انت لو معاك الخبره الكافيه وعندك الامكانيه انك تعرف تتواصل مع العملاء عشان تعرف تجيب شغل، فاصرف على الكونكت وادفع علشان تجيب شغل. بس لو انت معكش الخبره الكافيه وبتدفع في الكونكت فلوس، تشتري كل 10 كونكت ب$1.50 وبتقدم على شغل وما بيجيلكاش، فانا نصيحتي ليك انك تطور نفسك في الاول. ازاي تبعت رساله للعميل، ازاي تعمل كفر ليتر، ازاي تظبط البروفايل بتاعك، ومن ثم اشتري الكونكتس عشان تقدر تقدم بيه على شغل تاني. كسب نفسك، ومن مكسبك اشتري الكونكتس الزياده وقدم على شغل جديد. اشطبرو، ما تنساش تعمل فولو عشان تديك نصايح اكتر. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.